5 سنوات عندهم صلاحيات، الزول يترشحوا بقى فاس ثاني تجنوا ثاني. لا بد أن ينبهوا وأن يذكروا. وأتمنى أن ينقل هذا الكلام، أتمنى أن ينقل هذا الكلام. يقول صلى الله عليه وسلم: من ولاه الله على أمر أمتي شيئا فشق عليهم اللهم فاشقق عليه. هذه أمة محمد، أعمل حسابك، هذه أمة محمد عليه الصلاة والسلام. في أي عصر أو عهد أو مصر أو دولة ظلمت أمة محمد عليه الصلاة والسلام دعا عليك رسول الله مستجاب الدعوة. من ولاه الله على أمر أمتي شيء فشق عليهم اللهم فاشقق عليه. لا تشقوا على الأمة، أمنوا الحياة الكريمة للمواطن. إذا أصدرتم قرارات فينبغي أن تدافعوا عن قراراتكم. جباية ما في، معناه جباية ما في. ما ممكن مسؤول كبير يطلع يقول جباية ما في، يجوا مسؤولين صغار يقول لك ده ما بيعنينا الكلام ده، ما بيعنينا، نحن حناخذ الجباية حناخذ الجباية. الكبير لا بد أن يكون كبير، والرئيس لا بد أن يكون رئيس، والوالي لا بد أن يكون والي، والحاكم لا بد أن يكون حاكم. إذا أصدرت قرارات في صالح المواطنين دافع عنها وترقبها وتحرها وأوصلها إلى آخرها. أمنوا الحياة الكريمة للمواطن المسكين. 5: أقيموا القسط وسووا بين الرعية. يا داود، ده ما شغل عمر بن الخطاب، ما شغل الصحابة ولا عمر، ده شغل الأنبياء. شوف الأنبياء فوق. يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. الفاز حزب واحد، ولكن الشعب ليس حزب واحد. سيحكم هذا الشعب حزبا، سيحكم هذا الحزب شعبا كبيرا وأمة عريضة فيها المؤيد وفيها المعارض وفيها الذي منهم والذي ليس منهم. عليهم أن يسووا بينهم جميعا. فالرئيس القادم سيكون رئيسا قادما للسودان وليس للحزب الحاكم. وفي السودان حتى أعداؤه، حتى خصومه، حتى الكفرة ينبغي أن نؤمن لهم الحياة الكريمة طالما هم في كنفنا وتحت ظلالنا. إنه الدين، إنه الإسلام.